دكتور، عندي ديسك في رقبتي وظهري من الأسفل وبعاني من الدوخة وعدم التركيز بقالي سنتين. طيب بص يا سيدي، عندك انزلاق غضروفي في الفقرات العنقية. هوريك حاجة. الفقرات العنقية بيبقى فيها ماشي هنا شرايين طالعة للمخ، فالشرايين اللي طالعة للمخ دي بيضغط عليها من الانزلاق الغضروفي ده، فالانزلاق الغضروفي ده بيروح راجع لورا يدوس على الشريان اللي بيغذي المخ. فانا اهم حاجه عندي ان انا ما اقعدش بالطريقه دي وانا قاعد على الكمبيوتر كده، ان انا راسي نفسها ما تبقاش مكبوسه لتحت كده، عشان الضغط ده ضغط الرقبه ده بيضغط على الشرايين يحسسك بالدوخه دي جامد. ماشي، معظم الوقت لازم افضل قاعد فارد نفسي كده. طب مش قادر امرن نفسي، لازم امرن نفسي على القعده الصح دي، ان دقني تبقى لجوه. دقني طول ما هي عامله كده اهو وقاعده على الموبايل كده اهو، ده بيخنق الشرايين اللي بتغذي المخيخ. والمخيخ ده هو مركز الايه، الحته دي اللي هي المخيخ دي، هو ده مركز الاتزان في الجسم. تمام، ماشي. ده اول سؤال، شكرا ليك. السؤال التاني بيقول، ماشي، السلام عليكم. ماشي. بحس بتيارات هواء في باطن الرجل وركبتي، مفاصل ايدي. ايه السبب؟ يعني بتحس بتيارات هواء؟ مش فاهم. اشرحي لي اكتر يا استاذة فاطمة. ماشي. على طول عندي شد في رقبتي وشد في الابهر، مع العلم ان انا عندي راوند شولدر وفورورد نيك بقالي كتير. يعني ايه راوند شولدر؟ حلو قوي. راوند شولدر، الكتاف الملفوفه لقدام دي اسمها راوند شولدر. الكتاف الملفوفه لقدام دي والفورورد نيك، يعني لو راسي طالعه لقدام كده وانا عامل بالطريقه دي اسمها فورورد هيد، يعني الراس المتقدمه. راوند شولدر كتاف لفه لقدام. فلو انا كتافي لف لقدام، انت كده عامله زي الراجل اللي هو ايه، محب الله ده. ماشي، دايما هيبقى عندك شد في رقبتك. ليه بقى؟ اسمع القصه دي. انت هنا الحته دي بتعتبرها الترابيزه، والترابيزه دي اهي صدري ده كده، ده الترابيزه وعليه كوره. لو انا عامل كده اهو، تخيل بقى الكرة دي هتبقى حابة تروح فين؟ حابة تقع لقدام. لو أنا مش فارد صدري كويس، فالكرة دي عايزة تقع لقدام معظم الوقت، فيبقى عندي شد في العضلات هنا، شادد الرقبة، شدد الكرة دي، بدل ما الكرة دي تدلق لقدام، فعندي دايما شد في الرقبة. يبقى أنا مشكلتي إيه لو أنا عندي شد في الرقبة دايما كده وأنا قاعد على الكمبيوتر أو قاعد عشان أنا مقتب؟ المشكلة في التأتيبة، المشكلة مش موجودة في المشكله مش في المشكله مش في الايه، المشكله في التأتيبة. المشكله مش في شد الرقبه. شد الرقبه هو نتيجه ليه التأتيبة بتاعتي. فهمتي قصدي؟ بس يا سيدي، ماشي. ها، مين تاني تنميل في الاصابع. تعالى بقى. عبد الله. ماشي. بص يا سيدي، عبد الله، بص يا سيدي، تنميل في الاصابع. لو انا عندي تنميل في الاصابع، بص يا سيدي، الفقرة السادسة العنقية لو فيها انزلاق غضروفي تعمل تنميل هنا. طب الفقرة السابعة العنقية تعمل فين؟ لو في انزلاق غضروفي في الفقرة السابعة العنقية تعمل تنميل في الصباعين دول اهو. لو في انزلاق غضروفي في الفقرة السابعة والثامنة العنقية تعمل هنا اهو وكده. طب لو في الخامسة تعمل هنا. يبقى أنا عندي التنميل في الأصابع. أنهي أصابع يا عبد الله؟ حسب مكان الأصابع، حسب مكان الانزلاق الغضروفي في ال ال الايه الانزلاق الغضروفي اللي هيكون موجود في العنق. طيب ماشي يا عبد الله. نينجا، ليه بحس دايما لما احط رجلي على رجلي بتنميل في اخر رجلي؟ بص يا سيدي، حلو، اسئله جميله. بص يا نينجا، من هنا بيعدي العصب بتاع الرجل من تحت هنا. اول ما احط رجل على رجل كده يا باشا، الركبه يعني الركبه الثانيه بتخبط في العصب ده. واضح ان انت رفيع جدا، فمفيش حته لحمه فوق العصب عندك مغطياه، فهنا بتروح منمله الرجل من تحت، ودي بتغذي العصب اللي انت ضغطه ده، بيغذي الرجل كله، بيغذي القدم كمان. ففي ناس ساعات يعني تحس ان القدم بتاعها نمل بعد ما تداس على الحته دي يعني. ماشي، فمحتاج تقوي رجلك شويه. لو سمحت يا دكتور، عندي خدلان رهيب في جانبين في اسفل وش الراس ونار الم في التي ام جي
ولا شد من الرقبة؟ تاني لو سمحت يا دكتور، عندي خدلان رهيب في جنبين وشي، في ناس منملة هنا وأسفل من ورا، وألم ده من تي ام جي يعني من مفصل الفك ولا من الرقبة؟ الاتنين يا باشا. بص يا مو، لو انا متعصب معظم الوقت في شغلي ومضغوط وبجز على اسناني، جز السنان ده بيوجع المفصل هنا، فبصحى فباجي نايم اقعد افكر في مشاكل شغلي ومشاكلي، فوانا نايم بالليل افضل اعض على اسناني هنا، العض ده بيوجع جنبين وشي هنا ويخلي رقبتي تتشد وانا نايم، فيقوم مصدعني وعامل لي وجع في التي ام جي اللي هو مفصل الفك، برافو عليك، ويوجع في الرقبه كمان. تقريبا انت عندك هنا العامل النفسي هو اللي عندك فيه مشكله. ماشي يا جماعه، بالراحه في الاسئله شويه، واحده واحده. يا نهار اسود، ثانيه واحده. little sweet things، دايما بحس اني عايزه اطقطق كتفي الشمال من ورا، اعرف ايه السبب؟ يا رب تكون فاهم قصدي. طبعا فاهم قصدك. لو انا قاعد ملفوف كده وهزيل وضعيف، عضلات الكتف الخلفيه بتبقى ضعيفه، محتاج ان انا اشد عضلات الكتف الخلفيه دي جامد جدا، اتمرن بالاستيك، اربطه في الاكره وافضل اسحب كل ما اعدي على الاكره دي، طالع نازل ماشي خارج، اعمل لي 20 عد، 30 عد، 40 عد، ماشي، هتتحسني جامد. ممكن تمرين القتب عندي على الصفحه. طب ايه علاج القتب ده يا راجل؟ ده يا احمد ايمان السيد، تمارين القتب عندي على الصفحه بالهبل. احمد ايه علاج القتب؟ عندي على الصفحه. يا لهوي، عامل تمارين بالهبل. يا يوسف علاج خشونه الركبه. يا راجل ده انا عامل 4 فيديوهات عن خشونه الركبه. سؤال يا ريت بس تتابع الكومنت وترد عليا. خالد فؤاد، حاضر اما اشوف. سويت ليتل ثينجز، بحس ان عايز تطق. جاوبتك يا سويت، ماشي. قرآن الكريم، بالله عليك يا دكتور، اختي عندها حرقان في لحم بطنها، مع العلم ان عندها التهاب في المعده، ايه الحل؟ التهاب المعده، الحته دي مش حتتي، سامحيني، معلش انا اسف، او سامحني، مش عارف المكتوب القرآن الكريم. نينجا، ليه بحس دايما لما احط جاوبتك. عمر، دكتور انا كان عندي طقطقه في الكتف وبعدين صار يجيني الم قوي جدا في الكتف. طقطقه الكتف معناها ان كتفك العظم بيحك في بعضه ليه؟ العظم ده العضلات اللي حواليه ضعيفه يا عمر. يا اما يا عمر عندي عدم اتزان ما بين العضلات الاماميه والعضلات الخلفيه للكتف يا عمر. لو انا عضلات الاماميه وعضلات الخلفيه في الكتف يا عمر، لو عضلات الاماميه شد اكتر، الكتف ده هيطقطق مع كل حركه. فهمت يا عمر؟ شد عضلات ظهرك يا عمر. كوكو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يوسف، علاج خشونه الركبه عندي على الصفحه. احمد، مواصفات مخده الصحيه للنوم. الله، بص بقى يا سيدي، اسمع. مين عايز يعرف ان ايه المخده الصح عشان انام كويس؟ المخده الصح عشان انام كويس هي المخده التي تملأ المسافه ما بين الكتف والرقبه. لو المخده رفيعه قوي باظت الدنيا، لو المخده تخينه قوي باظت الدنيا. يبقى انا عايز مخده تملأ الفراغ ما بين كتفي وبين رقبتي. واحسن مخده هي المخده ام كيرف، اللي هي المخده اللي بتبقى فيها ميلان، بتملى الفراغ ده كويس ما بين رقبتي وبين كتفي، فاقدر ان انا لو انا نمت كده على جنبي والمخده كبيره، عمودي الفقري مال، حصل ضغط على الاعصاب جامد. لو انا بقى عمودي الفقري مال كده والمخده واطيه، شكرا، باظ تاني. يبقى انا لازم المخده تملأ الفراغ ما بين كتفي ورأسي. خلاص، الأسئلة كتير جدا، يعني اتبسطت معاكم في اللايف الصغير ده، معلش عندي كشوفات. أشوفكم على خير. فولو مي على الانستجرام STERN أوستيو شتيرن أوستيو، أو اكتبوا كلمة شتيرن، ابعتولي على الانستجرام كل أسئلتكم هجاوبها. الناس اللي انا اسئلتها فاتتني معلش سامحوني، اعملوا لي فولو على الانستجرام وكلموني على الانستجرام باسئلتكم وانا عينيا ليكم. السلام عليكم.